مساء الفل ومساء الخير ومساء الورد والياسمين ومساء السكر والسعادة، مساء الرضا بكل أقدار الله، وقدر الله لا يأتي إلا بالخير إن شاء الله. مساء الهنا على عيونكم يا حبايبي. يلا بينا نشوف مع بعض فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. انا بعمل فيديوز باستمرار اهو، مستنيه دعمكم باللايك. اللايكات قليله جدا، ضروري ضروري ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وانتوا بتتفرجوا. يلا نشوف هنعمل ايه النهارده. صحيت من النوم النهارده ماليش مزاج فعلا اني اعمل اي حاجه، فالنهارده يومنا خفيف لان كل حاجه متوضبه ومتروقه على حطه ايديكوا كده زي ما انتوا عارفين. يعني قررت ان انا اقوم اعمل اكل، كان الوقت اتاخر، الفرارجيه قفلوا والجزارين خلاص اخر النهار وقلت بقى ايه اشوف اي حاجه عندي في الديب فريزر. كنت كده شايله جوانح بالدبابيس بتاعه الصدور كده، كام جناح، وكان عندي كيس فيه قوانص، وكان عندي كيس فيه حوالي كام فرخه كده. فقمت قلت بقى اعمل الحاجات دي كلها يعني في اكله. المهم جبت ميه مغليه وحطيت فيها بصل، وحطيت فيها ورق لورا، وحطيت حبهان، وحطيت ملح وفلفل وكمون وذره قرفه للي يحب. غليت الميه، قمت حاطه فيها بقى القوانص من تحت، وحطيت الجوانح من فوق، وسبتها بقى ايه تغلي وتاخد وتدي مع نفسها. النهارده عايزه اتكلم معاكم في موضوع مشاكل كتير قوي بقرأها، ان دايما متلخصة في ان الست مغلوبة على امرها، متهانة ومتخانة وبتتعامل اسوأ معاملة، وتقولك انا قاعدة علشان مفيش مكان اروحه، وعلشان مش برتاح عند اهلي، وعشان اربي اولادي، وعشان ماليش مصدر دخل. طب ده كلام؟ هل ينفع ان انت تبقي عايشة في بيت لمجرد انك تبقي مع اولادك وبتاكلي وتشربي؟ ده ينفع؟ دي تفتكري حياة ادمية؟ انت بتدمري نفسك وبتهلكي نفسيتك، وهتركبك الامراض قبل اوانك. يعني ده احنا الطف الكائنات، العقول المفكرة والايادي المدبرة. ازاي تقولي ملكيش مصدر دخل؟ دي الست لو ما بتدخل في اي مشروع في الدنيا بتنجحه وبتكبره وبتوقفه على رجليه. ازاي تبقي قاعدة وعايشة كده؟ ازاي تبقي كبيرة كده وتمدي ايدك تاخدي فلوس من جوزك علشان هو يجيب وتشتري وتعملي وتسوي وتجيبي اكل؟ في حالة الاسر الطبيعية اللي ازواجها محترمين وولاد حلال، ربنا يا رب يزيدكم هدى ويؤلف بين قلوب كل زوجة وزوجها. طبعا ده الطبيعي وده المنطقي. انا بتكلم عن الازواج اللي ما عندهمش نخوة ولا دين، اللي بيقعد يبيع ويشتري في مراته وهي تقول اصلا انا ماليش مصدر دخل. طب مش مكسوفة وانتي بتقولي كده؟ مش مكسوفة وانتي بتقولي مالكيش مصدر دخل؟ ده الواحدة لو هتنزل تفحت في الصخر زيها زي الراجل مش هتقول الكلام ده. ما فيش واحدة ابدا تقعد مغلوبة على امرها تتلطش وتتضرب وتبقى مهانة وتبقى بتتعامل اسوأ معاملة وتقولك اصلك ماليش دخل. لا، انت كده ما عندكيش احساس، انت كده كسولة. بفضلتي انك تتضربي وتتهاني يعني ولا انك تاخدي ولادك في حضنك وتبعدي وتطيري. ابدأي حياة جديدة فيها كرامة وفيها نظافة وما فيهاش ظلم ولا فيها قهر، فيها راحة لنفسيتك ونفسية عيالك اللي بيشوفوكي بتتهاني كل يوم. انت بتدمري مفهوم الام قصاد ولادك طول ما هم شايفين ان انت الايدين بتتمد عليكي وانت بتقولي حاضر ونعم. بتعلمي بنتك ان هي تتهان وهي ساكتة، ان هي ما تحاولش تقف قدام جوزها يوم ما يمد ايده عليها، وهكذا تفضل تدور الساقية والدايرة توسع. ام بتورث بنتها الذل والاهانة علشان ايه؟ عشان جنابك مكسلة تشتغل. ده الواحدة لو هتمسح سلالم في العماير هتنزل وتدور على شغل وتسعى. ده لو تعملي اكل في البيت وتفريزات وتبيعيها تكفي بس اللي انت اشتريتيه، وبعد كده تبدأي تكسبي لما الناس تشوف طعامة اكلك ونظافة الحاجات اللي انت جايباها. ده في بدل الشغلانة 1000. وفي المقابل بحيي كل ام وكل ست جدعة
اخدت ولادها من جو الظلم والقهر والنفسية المدمرة وبعدت بيهم وكانت ليهم الام والاب. بجد شابو ليكي، بجد انتي ربنا هيبقى معاكي دايما. اهم حاجة وانتي بتطلبي الرزق تتقي الله، ما تتجريش بجسمك، ما تتجريش بكلامك، ما تتجريش بحركاتك. انزلي في وجه الحياة زيك زي اي راجل وهتلاقي كرم ورزق من ربنا ما كنتيش تتوقعيه ابدا. دي كلمة بسيطة لكل ام متكاسلة انها تحمي نفسها وتحمي نفسية عيالها. ويعيني اصلا انا مجبرة، ما عنديش دخل، ما عندكيش دخل، ده الدنيا مليانة فلوس. انزلي واسعي وفكري ودوري، وربنا سبحانه وتعالى هيرزقك من واسع طالما اجتهدتي. دول الكفار بيجتهدوا فربنا بيديهم على قد تعبهم، فما بالك بيكي انتي واحدة ست مسلمة ونزلتي تواجهي الدنيا عشان تحمي نفسك واولادك. انا مفيش ست بتسقط وتنزل من نظري الا لما تبقى بتعمل حاجات خطأ وكمان ممكن جوزها يجبرها على حاجات ما ترضيش ربنا وبيضربها ويهينها ومعيش اولادها في حياة كلها ذل ومشاكل وقرف، وقاعدة علشان مستنية حد يديها الفلوس. عايزة امها تديها فلوس، اختها تديها فلوس، اخوها يديها فلوس، انما هي تنزل وتشتغل وتعتمد على نفسها. لا لا لا، اتضرب اسهل. طب ده كلام؟ كلمة في قلبي نفسي توصل لناس كتير. اتقي الله في نفسك واتقي الله في اولادك، وكوني قوية وكوني قد مسؤولية انك كنتي سبب من ربنا انك توجدي اولاد في المجتمع ده. زي ما كنتي سبب في انك توجديهم لازم تبقي سبب في انك تعلمي البنت انها تبقى جدعة، ما تتهنش، ما حدش يظلمها، تقف للظلم وتقول لا. الكلام اخدنا والفيديو خلص وما قلناش. كان فيديو خفيف عملت فيه الجوانح والقوانص والكبد، وبعدين بعد كده بقى دخلت اوضه الاولاد، كانت اخر بهدله. روقتها وخليتها زي الفل وطبقت الغسيل. كان عندي غسيل بالكوم ونشرت غسيل تاني، شديت الملايات، وبعد كده كان عندي التكييفات من تنظيفات العيد الكبير. لو تفتكروا التكييفين دول ما تنضفوش، قلت ما بدهاش بقى، لازم انضفهم عشان يبقوا خلاص كده تمام التمام. وده خلاص كده كان الفيديو بتاع النهارده، فيديو سهل وبسيط. الاكل كان عندي من امبارح رز وبطاطس، وعملت عليهم الاجنحه دي والقوانص. لما عملت الاجنحه واتسلقت انا كترت البصل في الاكله دي عشان بيبقى الاكله مخليه طعمها حلو قوي. البطاطس بيسكر الاكله دي، بس لقيت بقى شكل الجوانح كده مش عاجبني، قمت حطاهم في البيض والبقسماط، طلع طعمهم في منتهى الجمال والاولاد اكلوهم وانبسطوا جدا. وعايزه اقول لكم انا كنت شايله دول في الفريزر مش عارفه اعمل بيهم ايه، عشان كنت عامله مستخدمه الصدور بس من غير الدبابيس والجوانح، والاولاد اول مره في حياتهم ياكلوا الاكله دي، فكانوا يعني مبسوطين بيها قوي، اللي هو ان انا احط الاجنحه لوحدها يعني. فعملتها واكلنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رزقنا هذا الطعام من غير حول منا ولا قوة. دوسوا لايك على الفيديو، من غير اللايك الفيديو ما بيروحش للناس اكتر. بحبكم في الله، دمتم بصحة وعافية وخير وهنا، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو قريب. ما تنسوش تدعموني باللايك، بحبكم جدا. شايفين الجوانح طلعت خطيرة. اشوفكم في فيديو جديد وقريب ان شاء الله. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة، ولو مشتركين دوسوا لايك. بحبكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.